قاعدين ديل ما فيهم ضباط بتاع قوات مسلحه ممثلين سياسيين للدعم السريع. ده شنو العباطه اللي بتسوي لنا فيها انتوا ديل؟ البرهان عنده مطامح سياسيه مدتها 6 شهور. ال6 شهور دي قلع الكاكي داير يحكم حبابه، يجي يخش لنا بالصندوق، لكن قلع بعد الحرب ما تنتهي ما بنخليه. طبعا احنا ما حنخليه، احنا شعب واعي وعارفين مصلحتنا. ما كل ما نمشي خطوه وامبارح انجزنا انجاز سياسي، لا البرهان شكله كده عنده اتفاقات تحت اتفاقات تحت شكلها شنو؟ يعني شنو انتوا بتخوفونا من شنو اتفاقات مع ابي احمد؟ شنو تحت دي؟ قدر يحيد ابي احمد حاجه كعبه ولا كويسه؟ السلام عليكم حجي، كيف اخبارك؟ الله يبارك فيك، كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. الولد دي ابي احمد دي عنده قوات كثيره وسلاح طيران، وبعدين كان بيفتش له في كده. فاحنا ابي احمد ده طبعا خاشين معاه في نزاعات. في المرحله دي رضخ لانه عنده مجموعه قبليه تانية احنا ممكن نسلحها نوصل له اديس ابابا، وفاهم الكلام ده. ادانا شرعيه نعمل الحاجه دي. المجموعات بتاعته دي بتنشق من القوات المسلحه حقته، وتسليح القبلي ضعيف، وتسليحها بتجي مجموعات بتشوفون 20 30 تاتشر. احنا ممكن نديهم ال 27,000 ندي كله 10 منهم تاتشر، نشيل سلاح الجيش ده ذاته ونمشي ندي لهم، وكل واحد نديك له 27,000. هم مشكلتهم ما دار يتحصلوا على السلطه بتاعت اديس. وبي احمد مشكلته كبيره، هم دارين يفصلوا اقليم الاروما، دارين يفصلوا الاقليم، ما دارين يمشي يشيلوا الكرسي بتاعه بي احمد. هم قالوا لي احنا دارين ننفصل يا صاحبي. التجراي ده دار يفصلوا الاقليم، احنا بنديهم سلاح. وصرفت كلامك ما عندي حاجه داسيه، يعني انت بتهبل ولا شنو؟ انت خش لي جوا السودان، احنا بنقول لك عديل يعني. فهو بي احمد ده قام البرهان شنو؟ استلموا وجابوا رهينه من المطار ركبوا في الحديده. وبي احمد ده زول قيطاني، يده خفيفه وعينه خفيفه، ركبوا قال له اركب زي ما سقت عبد الرحيم ده لقوا بعربيتك في اديس، انا بسوقك هنا. هو ما ساقوا بي احمد، هو ساق الكوكب كله في العربيه الانفينيتي اللمسي. انجاز ولا ما انجاز يا حجه؟ لا انجاز، لكن عنده مطامح سياسيه. مطامح يمشي بها وين يعني؟ هو ده رئيس مجلس السياده والقائد الاعلى للقوات المسلحه والماسكه العمليات والماسكه الصرف والماسكه الدنيا. داير يمشي وين تاني البرهان عشان يكون مطامع؟ ما هو ده عامله كلها علني داسيه. هو قاعد يشاوركم، عمل لكم برلمان، عمل له هيئه عليا، غير حكومه، جاب له رئيس وزراء، مستلم الدنيا دي، قاعد جوا محاصر في القياده العامه ماسك السلطه كلها. البرهان ما داسيه يعني، ده ما وقت خلافات. الحاجه دي فيها انجاز لمصلحه القوات المسلحه والدوله، قايم بواجبه الان في نص المعركه. ده ما وقت احنا نخلق لنا معاه فتنه. واحد بتقول انه والله يا اخي البرهان ده ممكن يتخلص او يقلب على صرفه. دي كيف يا منطق يعني؟ كي يجيبوا الرياضيات تعالوا قولوا يقلب على صرفه. معناه شنو؟ معناه البرهان ده بدايه الحرب جا قال للناس يا اخواننا السلام عليكم، الدعم السريع يتمرد، وكل المواطنين في السودان يسمعوا واحد اسمه الانصرافي، انا بحبه جدا، اقفوا معه وادعموه، الزول ده كويس. الحصل عكس، انه يوم 14 او 15 طلع صرفه قال الناس تقف مع الزول ده، وانا لا اثق فيه، لكن يقعد يعمل الصح. انا الداعم البرهان، ما البرهان داعمني. انا اللي بقلب على البرهان، ما البرهان بيقلب علي. ما في حاجه اسمها يتخلص، ما في حاجه اسمها ينفض يده. هو يد منو اللي بتتنفض مني؟ انتوا كيف يعني؟ هسه انا اقوم ارفع يدي كده من الشفاته ديل ما بيلبسوا ميتين الحيطه، والله العظيم. الزول قاعد يقول احنا يقعد. انا صاحب المقوله بتاعت فلان يقعد فلان يقعد، فلان يمشي فلان يمشي، فلان يتحلى ويتبلى ويمشي لله، فلان يتحلى ويتبلى ويمشي لله. ما البرهان صاحب المقوله دي؟ يعني البرهان ده يقول لك يا اخي يتخلص، هو عنده شنو يتخلص به؟ هو عنده شنو في يده؟ قراره وين؟ قراره ما في الشارع، قراره في الشارع، قراره ما في مكتبه ولا في اعلام ولا في صحفيين ولا في جريدته ولا في تلفزيون، وما عنده اي حاجه في دي. احنا الشعب السوداني بكامل قوانا العقليه اخترنا القوات المسلحه، بكامل قوانا العقليه اخترنا قياده القوات المسلحه. ليه؟ عشان ما نكسر قواتنا المسلحه، عشان ما نشقها، عشان ما يكون عندنا كل مجموعه ميليشيا، جيش عطبره بقيادته، جيش الخرطوم بقيادته، جيش الفاشر بقيادته. وحدنا القيادات دي، قلنا للجيش تقعدوا مع الزول ده، عارفينه هاي كعب، هاي عارفينه،
هو الدعم السريع، وهو اللي ادى صلاحيات لحميدتي في حياة انا مدسوسه، وشغال مع ناس علي كرتي هاي عارفينه، وعينوا البشير في اللجنه الامنيه عارفينه، وهو الرقاوه عارفينه، واختارته قحط عارفينه، وعنده علاقات مع الامارات عارفينه. كان عندكم حاجه هيقعد الزول ده، الزول ده يقعد. ما ممكن اخواننا احنا الشعب ده بقى واعي وعارف مصلحته وين بارادتنا وباختيارنا. الشعب ده يا اخواننا انتوا ما ممكن تتجاوز وعي الشعب السوداني ده في مراحله. طلعنا احنا عملنا جمعه تفويض القوات المسلحه، احنا عملنا هاشتاج تفويض القوات المسلحه، احنا عملنا جمعه البرهان، احنا عملنا تفويض البرهان. ما تجوا في المرحله دي تقولوا البرهان والله يا اخي هو غش الناس. ما غش زول، هو ما طرح نفسه ولا طلب الحادي ولا قاعد يرد ولا قاعد يشكرنا ولا يا اخي القبائل بتجوا في حته بتدق رعه شكرا ما بقول له، شكرا ما بقول له، بعد لك بالنظره بتاعته العجيبه ديك. احنا طلعنا قلنا القوات المسلحه نفوض القوات المسلحه، واحنا سحبنا تفويض قحط وديناه للجيش. احنا شعبي واعي وعارفين نفسنا بنعمل في شنو.